السلام عليكم. النهاردة معانا 4 أبراج تعاني من القلق والتوتر غير مرتاحين. عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف تكشف عنهم. معانا برج العذراء. غالبا ما يجد مواليد برج العذراء أنفسهم غارقين في الرغبة المستمرة في النظام والكمال. الخوف من ارتكاب الأخطاء أو عدم الالتزام بالمعايير العالية يمكن أن يساهم في التوتر والقلق. يمكن أن يستفيد مواليد برج العذراء من تنمية الشعور بالمرونة والتعاطف مع الذات والاعتراف بأن الكمال غالبا ما يكون هدفا بعيد المنال. برج الميزان. يمكن أن يساهم خوف مولود برج الميزان من الصراع والرغبة القوية في الحصول على الموافقة في زيادة التوتر والقلق لدى مولود برج الميزان. غالبا ما ينغمسون في التفكير الزائد في القرارات لتجنب إزعاج الآخرين، مما يؤدي إلى الإجهاد العقلي والعاطفي. إن تعلم كيفية تأكيد أنفسهم والتعبير عن احتياجاتهم واحتضان الصراع البناء. يمكن أن يساعد مولود برج الميزان على إدارة التوتر بشكل أكثر فاعلية. برج العقرب. قد تؤدي المشاعر العميقة والرغبات القوية المرتبطة بمواليد برج العقرب إلى زيادة التوتر، خاصة في المواقف التي يشعرون فيها بنقص السيطرة أو الضعف. برج الحوت. يعتبر الإبداع لدى برج الحوت قوة، ولكنه قد يؤدي أيضا إلى مشاعر الإرهاق والقلق، خاصة عند مواجهة حقائق الحياة القاسية. قد يواجه الحوت صعوبة في وضع الحدود. وبكده يكون ده الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.